مساء الخير. مساء الخير. أهلا وسهلا. الله يسلمك. أول شيء نريد نشكركم إحنا كإعلام على جهود. سؤالي لك، شنو هي الإجراءات الجديدة اللي راح تصير بمباريات نصف النهائي ومباراة النهائي؟ في تعليمات جديدة قالوا راح تنزل يعني. طبعا احنا ايضا باسم عائله كره القدم نشكر الاعلام الرياضي العراقي والعربي وحتى العالمي اللي كانوا جزء رئيسي باظهار مدينه البصره بابهى صوره في الفتره السابقه. دوركم كان ايجابي جدا ودور فعال، واتصور الاعلام العراقي هي الجهه البارزه الان في هذه البطوله. انتم من اوصلتوا البطوله الى النصف النهائي بهذا النجاح، نشكركم ايضا باسم عائله كرة القدم. طبعا البطولة وصلت إلى المراحل النهائية. أنتم تعرفون في المرحلة الحاسمة راح تكون المنافسة أشد والحضور الجماهيري أكثر والفوكس الإعلامي أكثر عن البطولة. حصلت بعض الهفوات البسيطة في المباريات السابقة، سواء كانت تنظيمية أو من الجانب الإعلامي، أيضا تنظيمية من الجانب الإعلامي. فاليوم الأخ أخونا حمد الهاجري ممثلا عن لجنة المسابقات في اتحاد الخليج العربي أقام محاضرة أو مؤتمر، خلينا نسميها مؤتمر للإخوان في اللجنة الإعلامية وكذلك للإعلاميين الموجودين في البطولة. وجههم ببعض التوجيهات بأن تكون الجانب التنظيمي الإعلامي في الفترة القادمة راح تكون يعني بشكل أكثر من الصرامة، يعني تطبيق اللوائح تكون فيها أكثر صرامة. لذلك أتصور بأن نحن مقبلين على تحدي جديد ومتعة جديدة في كأس الخليج في الادوار القادمه. لذا نتمنى بان نشوف التنظيم ايضا في مستوى عالي. بالنسبة للجماهير، موضوع الجماهير احنا بدنا نحاول نوعي من اتجاهنا، بس لحد الآن في كثير جماهير يجون بلا تذكرة. رسالتك أنت كمسؤول بالاتحاد؟ لا بالتاكيد، يعني احنا جمهورنا، انا حتى في المحاضره الان او في المؤتمر تكلمت بان جمهورنا من الناحيه الثقافيه مثقف جدا ورياضي جدا، وما يحصل في البصره الان شيء لم يحصل في تاريخ كرة القدم إطلاقا. يعني يوم أمس مباراتين العراق ليس طرف فيها، المباراتين الملعب فول. لو استاد البصرة كان يستوعب أكثر عدد من الجمهور كان يجوا أكثر عدد، فهذا الشيء لم يحصل في تاريخ كرة القدم. فأيضا هناك هفوات، لكن رسالتي لهم سلامة اللاعبين وسلامة الجمهور أهم من نتائج كرة القدم، وأهم ومتعة كرة القدم بسلامتها ورفاهية المشاهدة وكذلك البيئة الموجودة فيها الجمهور. فأتمنى بأن هم أيضا يعني يفكرون بسلامتهم مع القوات الأمنية. الشخص الغير حامل لتذاكر المباراة لا يدخل إلى أرضية أو حرم الملعب، لأن هنالك جمهور اشتروا في شاشات الآن، يعني 6 شاشات عملاقة راح تتوزع في مناطق كثيرة في البصرة. نحاول بأن يعني نخفف الضغط على الملاعب، لكن مع هذا يبقى القرار عندهم. الجمهور العراقي المثقف الواعي اللي أوصل هذه البطولة إلى البصرة والآن إلى الأدوار النهائية، فما نتمنى بأن يعني يخربون المتعة اللي صارت في هذه المدينة ببعض الهفوات البسيطة. اللي ما يحمل تذكرة مباراة لا يدخل لحرم الملعب ولا يأخذ حق غيره. في بعض الأحيان في التدافع أنت تدخل وتقعد في مكان غيرك، يعني هذا شيء حتى يعني كجانب إنساني مو صحيح. فأتمنى من الكل الالتزام، والغير حامل للتذكرة لا يقترب من الملعب، لأن التذاكر تنفذ قبل وقت يعني محدد، وما في منافذ للبيع في الملعب. إذا في منافذ للبيع احنا ندعوهم للحصول على تذاكر وانتقال التذاكر، لكن كما تشوفون يعني الإلكترونيا التذاكر نفذت في كثير من المباريات. فنتمنى من عندهم الالتزام.